المهم ان انت اول ما بتدخل جوه فوق عليه وبتطلع على محل الهدوم عدل عشان تروح بقى هناك تلبس الحته اللي على الحبل والطقم وبتاع، وبتدخل المحل بتطلع شبه باراكوتا في فيلم سلام يا صاحبي. المهم ان انت فعلا بتاخد بعضك وبتبدا ان انت تتحرك على ليتل جيكوب، ولما بتوصل هناك وبتدخل جوه واحد بيبدا يثبتك بيفكرك ان انت غريب وجاي تسرقهم، فاهم تجار مخدرات، فاكيد مش هيعمل لك وما عرفكش يعني. بس انت بتبدا ان انت تتعصب من كلامه وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر بتقرر ان انت رايح تخلص على فلاد. بس رومان بيحاول ان هو يهديك وبتاع ومش عارف ايه، وبيقول لك رومان يا اسطى ورا ناس وحوش وناس كبيره والشويتين دول، وانت بتكبر دماغك منه وبتسيبك وبتمشي، بتسيبه وبتمشي، اصحى معايا. وانت فعلا بتفضل ماشي ورا الديلر دوت لحد ما بتوصل عند المعمل بتاعه اللي بيصنع فيه المخدرات. المهم ان انتوا بعد ما بتوصلوا هناك ماني بيبدا ان هو يركب بقى العربيه وبينزلك انت وبتاع، وبيقول لك خش انت بقى تعمل يا صاحبي وبتاع، وانت بتقول له طب انت مش جاي؟ بقول له لا بص انا اهم حاجه ان المسج توصل، انا ما انت لازم تيجي دلوقتي عشان في مشكله كبيره بينها وما بين ليتل جيكوب وبتاع ومش عارف ايه، وهي عايزاك تجي لها دلوقتي حالا ضروري. فانت بتقول لها مسافه السكه، وفي ثانيه الا ثانيه بتبقى عندها عند البيت. ولما بندخل جوه عند اليزابيثا بنشوفها هي وليتل جيكوب وهما الاثنين بيتعاركوا مع بعض، وليتل جيكوب بيقول لها اديك بومبا في دماغك، اديك بومبا. تقول لها غدا انت تنيل بقى بومبه ايه وبتاع ايه ده الولايه بتزغدني. وبعد ما بتقفل معاك بنبص على الخريطه بنبدا نشوف ان في علامه استفهام جديده بدات ان هي تظهر عليها. المهم ان انت بعد ما بتقفل مع ميشيل بتبدا ان انت تدخل على دوين، ولما بتدخل له جوه بتلاقيه طبعا كالعاده قاعد مكتئب، فاهم؟ تحس ان روك ستار حطاه عشان يعيط في اللعبه بس، فاهم؟ طالع من السجن، فاهم ايه؟ هاني شاكر خالص. المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتروح للراجل اللي احنا مش عارفين اسمه اللي ميشيل عرفتك عليه ده، ولما بتوصل هناك وبتدخل له المكتب وبتاع بتبدا ان انت تتكلم معاه وتقول له بص يابا قبل اي كلام انا ما اعرفش اسمك، بس انا هقول لك عم السيد، انت جاي معايا بعم السيد، فاهم؟ ولما بتوصل هناك وبتدخل جوه بيبدا ان هو يستقبلك وبتاع، والشويتين دول بعد كده بيبدا ان هو يسالك شويه اسئله عن نفسك وبتاع، وبيقول لك انت جاي هنا تعمل ايه والشويتين دول، فانت بتقول له والله انا جاي ادور على ناس عارفيني من زمان، وفي واحد لسه عرفني هنا، فاهم؟ عايز اخلص عليه وبتاع، فانا ايه يعني، فاهم؟ غير ان انا لقيت نفسي بقى في الشغلانه دي والبلد دي ارض خصبه عشان فاهم اكل عيش وبتاع. ده غير ان باتريك عرفك على اخواته جيرالد وديريك، وبيكون راح معاهم عمليه سطو مسلح على بنك وظبط لهم الدنيا وفتح معاهم سكه شغل وعلاقات وخلص لهم كام شغلانه. ده غير ان بعد فين افتكر ان ليهم اخ رابع اسمه فرانسيس، وكان طالب منك تعمل له شغلانه من 2001 تقريبا، والحمد لله خلصتها له في 2023. المهم ان انت لما بتوصل لرومان بتاخده معاك في العربيه وبتبداوا ان انتوا تتكلموا في السكه عن هتعملوا ايه مع فلورين، فانت طبعا بتبقى مغيب منه وبتبقى خلاص انت رايح مقرر ان انت تخلص عليه. المهم ان انت لما بتوصل عند فلورين بتطلع عنده البيت وبتكسر باب الشقه وبتبدا ان انت تدور عليه جوه لحد ما بيبدا يظهر، وبنعرف ان هو لا مؤاخذه قلب دبله، فانت بتقول لها بسكليته وبتخلص على اي حد بيقف قدامك لحد ما في الاخر بتوصل للراجل اللي هو قالك عليه، فبيحاول ان هو يهرب منك وبتاع، وانت بتفضل تجري وراه لحد ما في الاخر بتزنقه فوق السطح. وبعد كده بيبدا ان هو يظهر لك نفسه وبيقول لك يا اسطى انا استسلمت لك وبتاع ومش عارف ايه، وبيفضل يحكي لك قصته هو فرانسيس والدنيا والدين، فانت بتقول له والله انا اسف بام، فبتقول له يا اسطى خلاص بقى دبله عامل معاه ايه غير كده وكده، هو اصلا فاهم يعني ما عملش حاجه وبتاع ومش عارف ايه. ورومان بيقول لك ان هو كمان بيصدقه لان ما فيش اي حد اصلا دبله بيقدر ان هو يعمل حاجه جريئه، والله مؤاخذه يعني، فاهم؟ المهم ان المركب بتوصل على المينا بتاع ليبرتي سيتي، وبعد كده نيكو بينزل من المركب وبيبقى واقف مستني ابن عمه لحد ما بنشوف عربيه داخله عليه، وبنعرف ان ابن عمه هو اللي سايقها، وبعد كده بينزل وبياخده بالاحضان وبتاع والشويتين دول والحمد لله على السلامه، امك عامله ايه؟ بتبدا الحكايه وانت سايق عربيتك وبتبقى رايح على بروسي، واول ما بتوصل هناك بتخش بتلاقي الواد ده بتقول له فين المعلم بتاعك قال ايه. وليتل جيكوب لما بتدخل له جوه بنلاقيه قاعد معمي اصلا مرمي على الكنبه مش قادر يتحرك، وفي الاخر بيقول لك ان في بادمان كده في الشارع المفروض ان هو يبيع نوع معين وما يبيعش نوع معين، فهو ابتدى ان هو يبيع النوع اللي المفروض ان هو ما بيبيعهوش، فهو كده خرج بره الحدود بتاعتنا وبيلعب بره الرولز. فانت بقى سواء فهمت او ما فهمتش عشان انا اصلا فاهمهم بالعافيه، المهم ان في واحد وبتبدا ان هي تركب معاك وبيبقى معاها واحده صاحبتها وبيبقى اسمها ميشيل. المهم ان انتوا ماشيين في السكه بتبداوا ان انتوا تتكلموا مع بعض وبتاع، وميشيل بتبدا ان هي تعجب بيك فبتشقطك، ولما بتوصلهم عند بيت ميشيل بتقول لك هبقى اتصل بيك قريب ونخرج مع بعضينا وبتاع ومش عارف ايه، وطبعا انت بتقول لها اكيد يعني فاهم اكيد حاجه طريه فيلا بينا. وبعد كده هي بتبدا تحس ان في حاجه غلط وبتاع، فبتقرر ان هي تمشي، بس انت في الاخر بتثبتها في العربيه، وهي كده بتبقى فهمت وتاكدت 100% ان هي مخطوفه، فبتفضل تحاول معاك ان هي تهرب وبتاع ومش عارف ايه لحد ما في الاخر بتبدا ان هي تزعق وانت بتديها على وشها وهي بيغمى عليها، وهي كانت صداع بصراحه. المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتروح تاني على مستر بيجورينو، ولما بتوصل هناك مراته بتبقى واقفه على باب البيت وبتاع، فاهم بقى كوكو مجنونه فرومان يقعد يولول وبتاع بيقول لك بيتنا ومش
بيتنا وخلاص. فانت في الاخر بتقول له يا اسطى اللي راح وبتاع ومش عارف ايه، تعالى خد اللي باقي من عندك من الورشه ويلا بينا نخلع. المهم ان انت بتاخد بعضك وبتاخد رومان وبتروح على الورشه، ولما بتوصلوا هناك بتلاقوا ان الورشه كمان في حد ولع لكم فيها، وفي الاخر بنستنتج ان ديمتري ومستر بولجارين هم اللي عملوا كده. فطبعا رومان حط ايده على قلبه وقال لك بس قلبي شقى عمري راح مني يا اسطى، شقى عمري. وبنشوفهم وهم واقفين بقى بيعملوا مراسم الجنازه جوه الكنيسه وبتاع ومش عارف ايه، وبعد كده بعد ما بيخلصوا بيبداوا ان هم يطلعوا بره. فانت بتروح لكيت وبتبدا ان انت تتكلم معاها وبتواسيها وبتاع، بتقول لك ان هي اصلا مش في بالها، هو كل اللي صعبان عليها اصلا امها، لان هم اصلا مش بيحبوا اخوهم فرانسيس، فاهم. المهم ان بعد ما العيله بتتحرك بتركب انت وباكي في العربيه اللي فيها النعش وبتاع، وبعد كده بتبداوا ان انتوا تتجهوا على المقابر. ولما بتوصلوا هناك بينزلوا هم بقى عشان يدفنوا الجثه والشويتين دول وبتاع ومش عارف ايه، وبعد كده لما بيخرجوا بكده المهمه بتكون انتهت، وانت برضه ما بتاخدش حاجه لان ده برضه فاهم موقف جدعنه وعزا وباكي اخوك وبتاع، مالك يا اسطى فيه. وفي الاخر بعد ما خلصت له كام مهمه اللي هم كان المفروض منهم صفقه الالماظ اللي انت بعتها لايزك، وفي الاخر اتعمل عليكم حفله وقال لك على عنوان فلورين اللي هو واحد من الناس اللي انت بتدور عليهم. وفي الاخر لما رحت مع رومان على المكان اللي عايش فيه فلورين عرفت ان هو قلب بسكليته، فقرفت منه وقلت له يا دبله. رومان بيتصل بيك وبيقول لك انت لازم تجي لي ضروري، وبيقول لك على المكان اللي هو مستنيك فيه. فانت بتحاول تفهم ماله فيه، بس هو بيكون قفل في وشك وانت في نفس الوقت بتكون اتخضيت عليه، فبتاخد بعضك وبتروح على المكان اللي هو قال لك عليه. ولما بتوصل هناك بتلاقيه مش موجود، وفي الاخر بنلاقيه مستخبي في شنطه عربيته اللي هو فاهم اهبل اقسم بالله. لحد ما في الاخر بيجي لك رساله على تليفونك من بلاي بوي اكس وبيقول لك يا اسطى تعالى لي عشان في طلعه وبتاع ومش عارف ايه. فانت بتاخد بعضك وبتروح عليه عشان كده انت عايز تعمل لنفسك شبكه علاقات، عشان انت عايز تجمع فلوس عشان تقف على رجلك وتعوض رومان ابن عمك عن اللي انت عملت فيه من بيته وما فاهم الشويتين دول. المهم ان انت لما بتوصل له البيت جوه وبتدخل سلام عليكم يا بنات بس ليتل جيكوب بيقول لك يا اسطى خلي بالك اهم حاجه ان انت تخلع من هناك دلوقتي عشان حكومه لا اله الا الله كلها جايه تحاصر المستشفى القديمه اللي انت فيها دلوقتي. فانت بتقفل معاه وبعد كده بتحضر سلاحك، والطريق اللي انت خدته داخل بتقتل فيه رجاله عصابات بتاخده طالع وانت عمال تقتل في رجاله الشرطه، لحد ما في الاخر بتنجح ان انت توصل ناحيه الشط وبعد كده بتنط في الميه وانت بتقول له تمام وبتاع، وبعد كده بتروحوا على المحل المعين دوت وبتوصلوا هناك وبتدخلوا جوه المحل. فالسكرتير بيحاول ان هو يعطلكم وبتاع وبيقول لكم ان صاحب المحل مشغول والشويتين دول وتعالوا كمان شويه. فطبعا فاهم مروان موسى مين فخلصانه يعني. انا عمري ما قلت ان انا ثج يا برو. المهم ان انت بعد كده بتاخد بعضك وبتروح على البيت وبتقول اللي هو ايه بقى احط دماغي شويه رايح وبتاع ومش عارف ايه. بس بعد كده بلاي بوي بيبدا ان هو يتصل بيك وبيقول لك يا اسطى ان الموضوع بينه وبين دوين دلوقتي كبر على الاخر وبتاع ومش عارف ايه، وانت دلوقتي المفروض ان انت تروح تخلص عليه دلوقتي حالا. وبعد كده بيقفل معاك، بس بعد ما بيقفل معاك بنبص على الخريطه بنبدا نشوف ان مكان دوين موجود وان مكان بلاي بوي اكس موجود. A few moments later. بتبدا الحكايه وانت سايق عربيتك وبتبقى رايح طوالي كده على بلاي بوي اكس، ولما بتوصل هناك وبتدخل جوه بيسالك يا اسطى انت خلصت على دوين ولا ايه الكلام وبتاع. بتقول له يا اسطى انا اصلا كنت هنام وانت بتتصل بيا وانا قدام السرير فاكيد مش هخلص على دوين. وبعد كده بيقول لك ان هم دلوقتي رايحين يعملوا واحده روبن هود على واحد كده حرامي وبتاع ومش عارف ايه، وبيبقى عايزينك تيجي معاهم. فانت طبعا بيجي لك ايرور اللي هو طب ازاي يا جدعان ده حرامي وانتوا هتروحوا تسرقوه. فهم بيقولوا لك ان هو حرامي سرق الحاجه واحنا بقى هنروح نسرقها منه فاهم. فانت بتقول لهم اللي هو طب انتوا ليه اصلا ما سرقتوهاش من الراجل اللي هو كان عايز يسرقها منه من اول. فواحد منهم بينط في الكلام بيقول لك يا اسطى انت هتيجي معانا ولا ايه الدنيا عشان فاهم ما فيش وقت. فانت بتقعد تقلبها في دماغك شويه كده وفي الاخر بتقول لهم اوكي.